انا معين وبعمل ايه؟ هات ورقه وقلم وانا احكي لك انا بعمل ايه. دي كانت الحلقه ال15 من كورس الرسم للمبتدئين. عايز تشوف الحلقه هتلاقيها في البايو. يلا بينا نبتدي حلقتنا الجديده، لأنها حلقه مهمه جدا في الكورس بتاعنا ومختلفه تماما عن كل الحلقات اللي فاتت. يلا ركزوا معايا بقى وهاتوا ورقكم وقلمكم وكل حاجه. يلا بينا. اول حاجه بدات بيها ان انا بدات ارسم الشعب المرجانيه زي ما انتوا شايفين كده. النهارده هنرسم اعماق البحر. طب يا ترى انا هنرسم بس ونلون؟ لا طبعا، كمان هقول لكم معلومات حلوه جدا 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 عن اعماق البحر في البحر الاحمر. يا جماعه ده سبحان الخالق فعلا. قريت شويه معلومات يا جماعه، يعني بجد عقلي ما كانش قادر يستوعبها. نفسي اجيب لكم كل المعلومات، بس المعلومات اللي فيها محتاجه حلقات كتيره قوي عشان اقدر اقول لكم عليها. فهقول لكم جزء منها، يا رب تستفيدوا منها واحنا بنرسم مع بعض وكمان بنلون مع بعض. هنشوف معلومات حلوه قوي قوي قوي. فياريت نعمل شير للحلقه عشان توصل لاكبر عدد من الناس وتستفيد زيكم ان شاء الله. انها حلقه فعلا ان شاء الله هتبقى مميزه. فعايزه اقول لكم على حاجه هنعرف اجابتها في اخر الحلقه. فياريت تخمنوا كده وتكتبوا لي في الكومنتات. في نوع من انواع السمك في البحر الاحمر موجود من ايام، متخيلين، من ايام الديناصورات. فياريت تكتبوا لي كده في الكومنتات، خمنوا كده لغايه ما اقول لكم في اخر الحلقه. فتابعوا الحلقه للاخر عشان تعرفوا اجابه السؤال ده ان شاء الله. احنا كده مبدئيا بنرسم الشعب المرجانيه زي ما انتوا شايفين كده. في حاجه مهمه قوي عايزه اقول لكم عليها. دايما وانتوا بتيجوا ترسموا لوحه ايا كانت بالطول او بالعرض، حاولوا انكم تقفلوا الاجزاء اللي في الجنب اليمين والشمال بالوان غامقه علشان يبقى كل التركيز في اي حد يشوف اللوحه بتاعتكم يشوف الحاجه اللي في النص. فدي حاجه مهمه قوي. هيبان قوي وانا باجي الون ان شاء الله معاكم، هتلاقوا ان انا بغمق الاجزاء الجنب اليمين والشمال عشان يبقى تركيزكم في السمك والحاجات اللي في النص ان شاء الله. دي نقطه مهمه قوي لما تيجوا ترسموا لوحه زي كده. تمام. فدلوقتي نبتدي باول حاجه من معلومات عن البحر الاحمر. عايزه اقول لكم ان كان في يعني علماء كثيره جدا عملوا سيرش عن البحر الاحمر وسلوكيات السمك في البحر الاحمر وعددهم قد ايه. فاول حاجه خالص مبدئيا من زمان كده شافوا ان هما كان اول 151 نوع من الاسماك في البحر الاحمر. عايزه اقول لكم ان جه عالم اسمه ادوارد روبل. ده عمل ايه؟ اكتشف 75 نوع جديد على الاسماك اللي في البحر الاحمر. ده كده ايه مبدئيا حلو. بعديها بكام سنه جه عمل سيرش تاني، اكتشف عن ال75 دول زاد عليهم بقوا 100 نوع جديد في البحر الاحمر. جه بعديها توفى العالم ده، ولكن في الوقت بتاعه ده كان في علماء تانيين 2 كانوا في ألمانيا كانوا بيعملوا سيرش على الأسماك في البحر الأحمر. فخدوا الحاجات اللي هو عملها أو السيرش اللي هو عمله، النتائج بتاعته وضموها على الحاجات اللي هم اكتشفوها في البحر الأحمر. جه بعديها فترة عالم فيزيائي قعد يعمل دراسة في البحر الأحمر، متخيلين 5 سنين عشان يوصل بس ايه السلوكيات بتاعت الأسماك اللي في البحر الأحمر. طب ايه أنواعها؟ طب هم بيزيدوا ولا لأ؟ كل الحاجات دي. فاكتشف ايه بقى؟ اكتشف بقوا كام نوع؟ بقى 520 نوع يا جماعة في البحر الأحمر. سبحان الخالق. ده الحاجات اللي هم قدروا يوصلوا لها. ده بعد كده يعني في حاجات احنا ما نعرفهاش ولا حد عارف يوصل لها. دي نقطة. بعد فترة من الوقت جه عالم اسمه بطرس في 1980 عمل ايه؟ عمل موجز للأسماك وصفاتها وكل حاجة في كتاب. ده بقى فيها ايه؟ فيها الدراسات القديمة من العلماء لغاية الوقت بتاعه ده. جه بعديها في 1983 جه عالم عمل ايه بقى؟ عمل كتاب فيه صور ملونة للأسماك، بس بقى في قمة في الدقة والاهتمام. حلو. كان وصل نوع عددهم قد ايه؟ وصل 356 نوع. تمام. جه بعديها بقى بفترة، ودي بقى كانت نقلة مهمة قوي وكبيرة قوي. العالم استرالي عمل 26 فيلم قصير عن الأسماك في البحر الأحمر، وكان وصل نوعهم قد ايه؟ عددهم 1000 نوع من الأسماك اللي في البحر الأحمر. انتوا متخيلين؟ ناخد فاصل شوية نرجع تاني لمعلوماتنا عن الأسماك في البحر الأحمر. ده عالم ده ينتهي، وفي معلومات احنا نعرفها وفي معلومات ما نعرفهاش، والفيديو ده مش هيوفي كل المعلومات عن البحر الأحمر. نرجع تاني لرسمتنا الحلوة. احنا كده وصلنا ان احنا رسمنا الشعاب المرجانية وبنرسم اهو السمك. فاسيبكم شوية وعشان ما تصدعوش مني، وما تنسوش تشيروا الفيديو لأكبر عدد من صحابكم عشان يوصل لأكبر عدد من الناس وتستفيد زيكم ان شاء الله. شوية وهرجع لكم.
طبعا اللي متابعني من زمان وعارف الفيديوهات اللي انا بنزلها هيعرف قد ايه انا بحب مرحله التحديد. عارفين طبعا مرحله التحديد ثم التلوين طبعا. فانا بحب قوي يا جماعه مرحله التحديد، بحس ان انا وصلت لمرحله انا رسمتي ممكن متبقاش محتاجه تلوين، هي مجرد بس ان انا احدد فالرسمه بتاعتي كانها هتطلع من الورقه. فيا ترى بقى مين بيحب زي الموضوع ده؟ انا عارفه ان انا قلت لكم معلومات كتيره قوي في اول الفيديو ومعلومات مهمه قوي، عايزه اقول لكم انا عندي معلومات كتيره قوي عايزه اقولها لكم، بس حاسه ان انا هصدعكم وحاسه ان الفيديو هيبقى كتير عليه المعلومات دي، عايز مراحل كتيره وعايز وقت طويل قوي. يا رب تكونوا مستمتعين معايا ومستمتعين بالرسم وبالالوان وكل الحاجات دي. فاكتبوا لي في الكومنتات يا رب تكون الحلقه عجباكم وعجباكم الفكره، واكتبوا لي كده عجبتكم الفكره ولا لا. مين بقى مش متابعني على التيك توك؟ هحط لكم دلوقتي صورة الاكاونت بتاعي على تيك توك، وتابعوني هناك عشان بنزل حاجات حلوة قوي مختلفة شوية عن هنا. يا جماعة جت مرحلة التلوين انا بحبها قوي. يا ترى مين بيحبها زيي؟ عايزة اقول لكم على حاجة مهمة قوي. في البحر الاحمر في كل انواع السمك وفي كل الالوان اللي انت عقلك ممكن ما يتخيلهوش. فالمرحلة دي او في التلوين في البحر الاحمر لون اللي انت عاوزه. احنا دلوقتي في لوحة دي بتاعتك، دخل الالوان اي الوان. لو انت شايف ان كل اللي حواليك بيقولك لا، انا اللي بقولك دخلها.
ان البحر الاحمر لو انت اتفرجت على السمك وانواعه هتلاقي يعني حاجة كده انت عقلك ما يستوعبهاش. هفكركم تاني وانتوا بتلونوا ما تنسوش تعملوا شير للفيديو علشان يوصل اكبر عدد من الناس ويستفيدوا زيكم، ويستفيد من المعلومات اللي موجودة في الفيديو، وكمان يتابع بقية الكورس بتاعنا علشان يتعلم زيكم.
مش حاسين ان اللوحة بدأت تظهر لما كل الالوان بتتحط؟ مش حاسين ان في كده احساس حلو ان انتوا عايزين تشوفوا اللوحة بتاعتكم تخلص كده في الاخر؟ انا مستمتعة بيها قوي يا جماعة، مش عارفة انتوا مستمتعين زيي ولا لا. عايزة اسألكم سؤال، زي كل مرة انتوا عارفين انا بلون بيجيلي اسئلة كده، يا ترى انتوا متابعيني من امتى؟ يعني انت متابعني من زمان من ساعة ما بدأت القناة، ولا انت بقالك حبة مش كتير؟ طب انت جديد؟ اكتبولي كده ايه الحاجة اللي انتوا نفسكم تتعلموها، او الحاجة اللي انتوا حاطين امل عليها ان انا ان شاء الله اعملها لكم هنا في القناة باذن الله. اكتبولي كده وقولوا لي نفسكم تتعلموا ايه رايكم في الفيديو. ارغوا معايا كده في الكومنتات وصدقوني هرد عليكم على طول. يا ترى جاهزين نكمل معلوماتنا عن الاسماك اللي في البحر الاحمر؟ لو جاهزين اكتبولي في الكومنتات.
نرجع بقى لمعلوماتنا عن البحر الأحمر وأسماكه. احنا وصلنا لآخر حاجة وهو العالم الاسترالي اللي عمل 26 فيلم قصير عن البحر الأحمر والأسماك بتاعته، لغاية ما وصلنا ان هما 1000 نوع من الأسماك في البحر الأحمر. دي آخر حاجة احنا كنا وقفنا عندها. نيجي نكمل بقى، هل هو بس عمل كده؟ لا، ده عمل كتاب فيه أنواع السمك، وكمان عمل أسماء الأسماك وأنواعها وصفاتها وكل حاجة. فهديكم مثلا، انا لما جيت قريت، انا طبعا ما قدرتش اقول لكم اكتب لكم كل انواع السمك، ولكن الاسماك اللي قدرت ان انا اجيب معلومات عنها او اعرف اسمائها، في اسماك في القرش، في انواع منه كتيره جدا، في القرش الحوت وفي القرش الاقرط، في مثلا نوع تاني من القرش اسمه القرش المطرقه، في الحديات، في ثعبان البحر، في سمكه العقرب، في ايه تاني، في سمكه حصان البحر، في سمكه اسمها سمكه المهرج. تمام، انواع كتيره قوي. اوعوا تنسوا اللي انا قلت لكم عليه، ان في معلومه مهمه قوي 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 هقولها لكم في اخر الفيديو، وهي ايه؟ هي ان ايه النوع الاسماك اللي موجود من ايام الديناصورات يا جماعه، من كام سنه، من سنين كتيره قوي. فهقول لكم على معلومه مهمه قوي قوي، تابعوا الفيديو للاخر، اوعوا تنسوا. كان نفسي اقول لكم كل الانواع اللي موجوده في البحر الاحمر، اقول لكم معلومات عنها، ولكن هتبقى كتير قوي في الفيديو، فان شاء الله هقسمها لكم على معلومات كتيره على كل فقره في فيديو جديد ان شاء الله. فهبتدي اقول لكم كام معلومه عن الاسماك اللي انا اخترتها اقول لكم عليها معلومات. اول نوع هو عقرب البحر، وده بيسموه سمك صخري. ليه؟ لانه بيحب يعيش بين الصخور في البحر الاحمر، وبيحب قوي ياكل سمك الرخوي. في كمان نوع من الأسماك اسمه سمك الفارس، وده لونه رمادي ويميل للأزرق أو البنفسجي، وده بيستقر بين الشعب المرجانية، ولكن للأسف معرض للانقراض بسبب الناس بتصطاده كتير جدا. في نوع كمان من السمك اسمه الرهو أو أبو القرن، وليه سمي بالاسم ده علشان هو بيتولد بقرون، ودايما لونه بيميل للأزرق أو الأخضر. في نوع كمان بينتمي لعائلة الرهو أو أبو القرن اسمه الناجل، وده بيتميز لونه بيبقى ازرق لامع قوي، وكمان بيتولدوا كلهم اناث، وبعد فتره بيتحول جزء منهم الى ذكور. اخر حاجه بقى اللي انا عايزه اقول لكم عليها ومأجلاها لاخر الفيديو، وهو سمك القرش يا جماعه. سمك القرش هو من تاريخ الديناصورات، انتوا متخيلين من وقت الديناصورات هو القرش موجود؟ من كام سنة؟ من 400 مليون سنة، انتوا متخيلين؟ وفي اكتر من 1000 نوع من السمك من سمك القرش، ولكن كل سنة بيكتشف العلماء انواع جديدة من سمك القرش، ولكن للأسف في جزء منه معرض للانقراض بسبب ان ناس كتيرة بتصطاده، وخاصة في قارة آسيا، لان هو دي بالنسبة لهم وجبة غنية جدا وغالية قوي قوي قوي. ليه؟ علشان هما بيحبوا اللحوم بتاعتها وكمان الزعانف. وللأسف كل سنة بيتم 100 مليون سمكة قرش بيصطادوها كل عام، عشان كده زي ما قلت لكم ان في انواع كثيرة من سمك القرش للأسف هيتم انقراضها. كمان السمك القرش هقول لكم معلومه حلوه قوي عنها، ان جفون السمك القرش بتحميها ان هي يتم اصابه عينيها باي حاجه، لان اصلا جفونها متحركه. فدي سبحان الخالق. طبعا سمك القرش ملهوش عظام زي البشر، هي جسمها معتمد على الغضاريف، والغضاريف بتاعتها مرنه جدا، فعشان كده بتقدر تتحرك بسرعه وتتحرك بكل مرونه. ما تنسوش تعملوا شير للحلقة علشان توصل لأكبر عدد من الناس وتستفيد زيكم، ان فيها معلومات حلوة قوي قوي قوي، فياريت الناس تستفيد زيكم ان شاء الله. يا رب تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا من كمية المعلومات اللي قلتها لكم. هي قليلة جدا، كان نفسي اقول لكم اكتر من كده، بس ان شاء الله هقولها لكم في فيديوهات تانية باذن الله. يا ريت تقولوا لي رايكم في الحلقه 16 من كورس الرسم للمبتدئين، ويا رب تكونوا اتعلمتوا حاجه النهارده واستفدتوا من المعلومات، وما كنتش صدعتكم برغي كتير قوي قوي قوي. واشوفكم في حلقه جديده من كورس الرسم للمبتدئين مع مايان. باي باي.